السؤال المهم اللي هو هل احنا كبشر في فطرتنا او طوال تاريخنا كان في الممارسات الجنسية كان الأساس التعددية ولا الفردية؟ يعني الشخص كان الأساس عنده سواء كان ذكر أو أنثى إن هو حياته الزوجية أو حياته الجنسية كانت بتتم مع شخص واحد ولا مع شركاء متعددين؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال ده نرجع شوية بالزمن لبداية نشأة الإنسان. لما ترجع لنظرية التطور بتاعت داروين اللي هي بتعتقد إن الإنسان في الأصل منحدر من جد رئيسي اللي هو جدنا المشترك مع القردة اللي هم الشمبانزي والجيبون والغوريلا. داروين زي ما بقولك بيعتقد إن إحنا بنشترك في نفس الجد مع أنواع القرود ديت. فعلشان تيجي تفكر لو احنا في بداية وجودنا على الأرض كنا بنتبع نفس النهج اللي بيتبعوا أنواع القردة الثلاثة دول، هتلاقي في اختلاف. إنه على سبيل المثال أو قرد الجيبون بيتميز إن هو العلاقة الجنسية عنده بيبقى ذكر واحد مع أنثى واحدة. الأنثى ما بتسمحش بتعدد العلاقات الجنسية مع الشركاء التانيين، وده بسبب رئيسي لأنه قرد الجيبون عامل زي البشر بالظبط، ما عندوش الدورة النزوية اللي هي بتيجي للرئيسيات من الحيوانات كلهم. إن هي الأنثى بتكون عندها فترة الخصوبة قصيرة كام يوم في السنة بس، هي دي اللي تقدر تتزوج فيهم وتقدر تنجب الأولاد. فبالتالي بتحتاج شركاء عدد أكبر من الشركاء الذكور إن هم يقوموا بتلقيحها علشان تقدر تنجب صغار. على العكس عندك الشمبانزي والغوريلا متميزين إنهم بيجي لهم الدورة النزوية دي، فبالتالي مجتمع الشمبانزي والغوريلا مجتمع عمومي. الأمهات بيتجمعوا مع بعض وبيربوا الصغار مع بعض، والأنثى بيكون لها أكتر من شريك ذكر، مش شريك واحد زي قرد الجيبون أو زي الإنسان. فهنا بنلاقي في تناقض. لو أنت قلت إن إحنا أقرب لقرد الجيبون، فإذا من ساعة ما نزلنا على الأرض فإحنا العلاقة الجنسية أو الزواج عندنا بيبقى ذكر واحد وأنثى واحدة، والمجتمع أبوي لأنه الأب عارف إن هو أب للأطفال دول، لأنه مفيش حد غيره بيقيم علاقة جنسية مع الأنثى، فبالتالي هو عارف إن هو الأب، فالمجتمع أبوي. ولو قلت لا إحنا أقرب للغوريلا والشمبانزي، يبقى إذن المجتمع بتاعنا في البداية كان مجتمع عمومي، كانت الأنثى بتمارس الجنس مع شركاء متعددين، فبالتالي المجتمع كان عمومي أكتر منه ذكوري، وبيتميز بتعدد العلاقات بالنسبة للمرأة. ولما تيجي ترجع في التاريخ إنه تعدد علاقات الرجل دي حاجة يمكن مش ما فيهاش معارضة كتير حتى بالنسبة للأديان. عندنا مثلا في الدين الإسلامي تقدر تتجوز لغاية 4 زوجات، لكن احنا بنتكلم على حتة تعدد الشركاء الجنسيين للأنثى. فزي ما قلنا من بداية تاريخ الإنسان ما تقدرش تحدد بالظبط في بداية العصر الحجري اللي هو تميز اللي هو بداية وجود الإنسان على الأرض، ما تقدرش تحدد هل الأنثى كانت بتكتفي بشريك واحد ولا كان في تعدد في الشركاء الجنسيين، لأنه بيولوجيا أو فطريا ما تقدرش ترجح إن البشر أقرب لل3 أنواع الرئيسية اللي أقرب لنا، اللي هم قرد الجيبون والشمبانزي والغوريلا. فبالتالي السؤال ما تقدرش تجاوب عليه بشكل حاسم. لكن لأنه كمان العصر الحجري، الآثار اللي العلماء وجدوها من العصر الحجري هي ما فيهاش دلائل كتير على حياتهم الجنسية كانت عاملة ازاي. في دلائل على يعني في رسومات في كهوف ان هم ازاي كانوا بيصطادوا وايه الحيوانات اللي كانوا بيصطادوها، لكن ما فيش رسومات او اثار بينت حياتهم الجنسية بالشكل الكافي. فما تقدرش تحسم الموضوع ده في بداية وجود البشر على الارض في العصر الحجري.
مع تقدم الوقت تقدر تقول انه يعني بعد مرور او دخولنا في العصر الحجري المتوسط، بدأ ينقلب المجتمع الإنساني أكتر لمجتمع أبوي، بمعنى إنه خلاص ما عادش بيبقى مسموح إن حتى لو كانت قبل كده الأنثى كان مسموح لها بتعدد الشركاء الجنسيين، ما بقاش مسموح لها في الوقت ده. كمان هنا بسبب نقطة مهمة، إنه بداية وجود الإنسان على الأرض بيعتقد إن الذكر ما كانش عارف إن هو ليه دور حاسم في تكوين الأطفال. يعني الذكر ما كانش يعرف إنه الأطفال بيجوا لما يمارس الجنس مع الأنثى فالأطفال بيتكونوا. لا، هو ما كانش يعرف حاجة زي ديت. كان في خرافات انتشرت ما بين الناس في العصر الحجري إنه الأنثى بتحمل بسبب إنها لو قعدت قدام النار شوية، وخرافات تانية كتير. وكمان إنه حتة إنه الذكر يعرف إن هو ليه دور مؤثر في عملية إنجاب الأطفال، دي حاجة ما تقدرش تلاحظها في حياتك اليومية، لأن كمان ما كانوش بيعرفوا أو ما كانش في طرق بتحدد الحمل، يعني أو إمتى حصل الحمل بشكل يعني دقيق. فكان الذكر ما يقدرش يلاحظ إن هو ليه تأثير في عملية إنجاب الأطفال، فما كانش شاغل باله زي ما تقول إن هو إيه، مادام هو ملوش أي يد أو تأثير في عملية إنجاب الأطفال، فما كانش شاغل باله إن دول أطفالي أو مش أطفالي، يعني ما كانش شاغل باله قوي. لكن مع مرور السنين ودخلنا في العصر الحجري المتوسط، بدأ الذكر يعرف خلاص إن هو ليه دور رئيسي في إنجاب الأطفال، فبدأ المجتمع يتحول لمجتمع أبوي، وخلاص ما عادش مسموح للأنثى بتاعته إنها تمارس الجنس مع شركاء متعددين. بقت بتمارس الجنس مع شريك واحد بس اللي هو الزوج، والزوج مكلف إن هو يرعى الأطفال ويرعى الأسرة خلاص. وبدأ يتكون دور الذكر الرئيسي، أو تقدر تقول عليه الدور القيادي لأي تجمع بشري. فقلنا خلاص إن المجتمع اتحول لمجتمع ذكوري مش أنثوي، وبدأ يبقى فيه دور الأب أكتر من دور الأم، اللي هو قيام بأعمال الصيد وغيره من الأشياء. في بداية، يعني تقدر تقول في بداية ظهور الإنسان على كوكب الأرض، كان عايش على طريقة الجامعين، أو تقدر تسميهم البشر الجامعين. كان هو إنسان واحد مع مثلا 6 أو مجموعة من البشر من أسرة واحدة، بيتنقلوا من مكان لمكان، كل شغلتهم إن هم يدوروا على الثمار اللي ياكلوها، أو بيجمعوا من البحار أو من الأنهار الكائنات البحرية اللي هي الصغيرة. ما كانوش بيعرفوا حاجة عن الصيد تماما. تأثير ده على الحياة الجنسية للبشر إنه ما كانش فيه حل علشان البشر يقدروا يفضلوا موجودين على كوكب الأرض غير إن هم يتجوزوا من نفس الأسرة. يعني ما كانش فيه مشكلة إن الذكر يتجوز أخته أو أي حاجة من ديت، لأنه زي ما بقول لك ما كانش فيه أي وسيلة تانية تقدر تخلي استمرار الجنس البشري على وجه الأرض غير الوسيلة ديت. ويمكن كان في بعض الأوقات كانوا بيتجنبوا إنه يعني بيخلوا الإخوات اللي هم بعيد عن بعض شوية في السن هم يتجوزوا بعض، لكن اللي جايين ورا بعض في بطن وبعدها البطن التانية ما كانوش بيخلوهم يتجوزوا بعض. لكن كان السائد ما بين البشر كان زواج من أسرة واحدة. اتغير ده امتى؟ تقدر تقول اتغير ده لما بدأ البشر يتغير الوضع الاجتماعي بتاعهم ووضع بحثهم عن الطعام، من ان هم جامعين بيتجولوا في الارض ما بيثبتوش في اي مكان، واكلهم الاساسي على الثمار والفواكه والحيوانات الصغيرة زي السلاحف والكائنات البحرية والكلام ده. بدأوا يدخلوا مرحلة تانية، إن هو بدأوا يعرفوا إن في فرائس تانية حجمها أكبر ويقدر يكفيهم وقت أطول، زي مثلا حيوان الماموس اللي هو شبيه الفيل، أو أي حيوانات تانية من الحيوانات اللحمة اللي هي كبيرة الحجم. فعلشان يقدروا يتغذوا بشكل
متواصل على الحيوانات دي، اضطروا ان هم خلاص يستقروا في اماكن معينة. كانت في البداية طبعا ما كانتش قرى او مدن، لا ده كانوا في البداية كانوا بيستقروا في الكهوف. يعني من هنا بدأت حياة الكهوف، ان البشر بدأوا يدوروا على كهوف ويعيشوا فيها، ولقوا آثار لكهوف. في كهوف كانت بتتخذ مساحة كبيرة، وفي كهوف كانت يا دوبك قد غرفة صغيرة من الغرف الحديثة اللي احنا بنعيش فيها. وبدأوا البشر يستقروا هنا في الكهوف. ومن هنا بقى جت الحاجة للتعاون ما بين جماعات البشر. يعني هنا في أسرة قاعدة في الكهف ده 3-4 أفراد، منهم الراجل ومنهم الست ومعهم أطفال صغيرين. فتكوين الأسرة ده مش هيقدر يخليهم يقدروا يصطادوا حيوانات كبيرة زي الماموس أو حتى الغزلان السريعة أو أي حيوانات من الحيوانات اللحمة الكبيرة ديت. فظهرت الحاجة إن هم كبشر الأسرة دي بتتحد مع الأسرة دي، والقبيلة دي بتتحد مع القبيلة دي عشان يقدروا يصطادوا ويقسموا الغنائم من بعض. من هنا ظهر أول مرة في تاريخ البشر ظهر الزواج من الأغراب. يعني ما بقاش الشخص لازم يتجوز من أسرة لأنه ما عندوش خيار تاني، لا بقوا بيتجوزوا من الأسر الغريبة والقبائل التانية. فبدأت يحصل شوية يزداد متوسط عمر البشر، لأنه مع زواج الأقارب ما كانش بيحصل فيه طفرات جينية، وما كانش بيحصل فيه تطور كافي يخلي البشر يقاوموا الأمراض أو يقاوموا الظروف الطبيعية. لكن لما بدأوا يتجوزوا من قبائل مختلفة بدأت تحصل طفرات جينية، وبدأت تحصل يعني وبدأ يحصل تطور يخلي يحصل تحسين ملحوظ في الجنس البشري، وبدأ يزيد متوسط الأعمار، ومعها بدأ شوية في زيادة عدد السكان. يعني أنت تقدر تقول إنه لما البشر كانوا عبارة عن بشر صيادين جامعين بيلفوا الأرض، كان تقريبا بيقدر عددهم حوالي 500,000 نسمة. لما تحولوا العصر الحجري ودخلوا الكهوف كانوا بيقدروا بحوالي 3 مليون نسمة. بعد كده بدأت زيادة تبقى زيادات ملحوظة، ضعفوا بشكل كبير يمكن مئات المرات لغاية القرن الأول الميلادي، اللي بيقدر فيه عدد السكان بحوالي في مئات الملايين من الناس. برضو حياة البشر الجنسية على مر العصور فيها يعني حاجات بدأت إنها يعني مع وقت بدايتها كانت فيها خرافات كتير، وكان فيها اعتقادات يعني تستغربها دلوقتي أو تحس إنها غريبة. يعني الإنسان من بداية خلقه على الأرض هو عارف إنه الدم البشري هو مكون رئيسي من مكونات الحياة، وإنه الإنسان لما بيفقد دم ده حتما ممكن يؤدي لوفاته. لكن كان مستغرب أوي الإنسان البدائي دم الحيض اللي بيحصل عند النساء، إنه بالرغم من إن الأنثى بتنزف كمية كبيرة من الدم لكنها ما بتموتش، وحتى صحتها ما بتتأثرش التأثير الكبير. فكانوا بيعتقدوا إن الدم ده لعنة بتنزل على الأنثى. حتى في بعض القبائل كانوا بيطردوا أول ما البنت تدخل مرحلة البلوغ ويحصل لها عندها الحيض لأول مرة، كانوا بيطردوها لفترة من الزمن بره. وكانوا بيعتقدوا إن مجرد لمس بنت حائض ممكن يحل لعنة على الشخص اللي بيلمسها. وبعض القبائل استخدمت الدم بتاع الحيض ده في السحر وأشياء أخرى كتير. يعني فتقدر تقول برضو إنه دي من الحاجات اللي ما تمش اكتشافها غير في عصور حديثة، وشملت خرافات كتيرة في التاريخ الإنساني. برضو يعني بما إن خلاص الإنسان انتقل لمرحلة إنه أو أغلب مراحل التاريخ باستثناء العصر الحديث كان
الذكر هو المسيطر، هو اللي بيلعب أدوار مهمة في المجتمع البشري، لأنه خلاص زي ما قلنا عرف إن هو اللي مسؤول عن إنجاب الأطفال، والأنثى كانت بتكتفي بأدوار زي الزراعة أو جمع المحاصيل وتربية الصغار. وفي بعض المجتمعات الإنسانية المرأة كان لها بعض الحقوق، وفي بعض المجتمعات التانية المرأة ما كانش عندها أي حقوق خالص. يعني لما تيجي في العصور القديمة، لما تيجي تاخد مثلا على سبيل المثال في الدولة المصرية القديمة، الستات المصريين كان عندهم بعض الحقوق، إنهم كان عندهم حق التملك، لكن كانش عندهم حقوق مثلا انها تقدر تطلب الطلاق من زوجها، وزوجها كان عنده الحق ان هو يطلقها لاي سبب من الاسباب. وكمان الازواج المصريين في العصر الفرعوني كانوا بيقدروا يتخذوا محظيات او جواري كمان مع زوجاتهم. وكمان كان في حاجه اسمها زواج احتياطي تقدر تسميه، ان هم كانوا بيتخذوا زوجات غير رئيسيات ملهمش اي حقوق عندهم، ان هو كل الحكايه ان هم بيوفروا لهم الجنس مقابل ان هم يصرفوا عليهم. في مجتمعات تانية قريبة من المجتمع المصري القديم، زي مثلا الدولة البابلية، ما كانش المرأة لها حقوق تذكر، وزيها في دول اللي كانت موجودة في الشام. لما تيجي تنتقل مثلا لحضارة زي حضارة الإغريق في أثينا، المرأة كانت معدومة الحقوق تماما، بل كمان الرجالة الإغريق كانوا بيعتبروا إن الأنثى هي مخلوق درجة تانية، عديم المعرفة وعديم الثقافة. وتقدر تقول إنه حتة عديم المعرفة وعديم الثقافة جت منين؟ لأنه كان محرم على الستات في أثينا إن هم يتعلموا أصلا، فبالتالي كانت خبرتهم في الحياة قليلة وخبرتهم الثقافية قليلة جدا، فبالتالي كان دي الفكرة السائدة عنهم. وكمان كان منتشر زواج الستات في أثينا في سن تقريبا من 13 ل 15 سنة، فما كانوش بيقدروا يكتسبوا أي خبرة في الحياة، فكانوا لما بيجوا يتجوزوا كانت ثقافتهم معدومة، ما كانوش بيقدروا يتناقشوا مع أزواجهم في الأمور المختلفة، وأزواجهم كانوا بيستبدلوهم ب كان في حاجة اسمها خدام المعابد، ودول كانوا تقدر تقول عاهرات بس شغالين في المعبد، بيروح لهم الذكور في أثينا يمارسوا معاهم الجنس مقابل المال. لكن خدام المعبد أو محظيات المعبد كان شوية مسموح لهم إن هم بيتناقشوا مع الرجاله اللي بيزوروهم، فكان ثقافتهم بتزداد، على عكس الستات المتجوزين في أثينا، ان هم بيقول لك ان هو كان من النادر ان ست متجوزه في أثينا من النادر انها تقعد تتغدى او تتعشى مع جوزها، كانت بتلتقي بجوزها اوقات بسيطه جدا. لكن المحظيات دول كانوا على قدر عالي من الثقافه، لانهم بيتناقشوا مع الذكور اللي جايين عشان يمارسوا الجنس معاهم، وكمان كان بيبقى مسموح لهم ان هم يقروا كتب الفلاسفه وغيره، فكانت بتزداد ثقافتهم. وكمان ده كان بيخليهم محبوبين اكتر من الرجال أثينا، اكتر من زوجاتهم اللي متجوزينهم بشكل رسمي. وما اختلفش الوضع برضو في الدولة اللي هي جارة أثينا، اللي هي الدولة الرومانية أو اللي جت بعدها. تقريبا كان وضع النساء مش أفضل حال من الوضع اللي موجود في أثينا.